السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأهلاوية في كل بيت، أعزائي الأهلاوية في كل مكان. أنا جاي النهاردة أتكلم معاكم من كل قلبي بجد. يعني الفيديو ده من القلب للقلب، أقسم بالله من القلب للقلب. طبعا كلنا شفنا اللحظات العصيبة جدا اللي بيعيشها النادي الأهلي، وده بعد قرار الكابتن محمود الخطيب إن هو هيتنحى بشكل عام عن رئاسة النادي الأهلي، أو إن هو الفترة اللي باقية ليه لحد ما يكون في انتخابات أو جمعية عمومية مش هيكون متواجد عشان عنده رحلة علاجية، وكمان مش هيرشح لنفسه للانتخابات المقبلة للنادي الأهلي للأسف. وده قرار صعب جدا 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 وليه عواقب كتيرة جدا. قبل أي حاجة، من وجهة نظري أنا، من وجهة نظري والله الشخصية اللي خلت محمود الخطيب ياخد القرار ده، وطبعا الناس كلها تفاجئت، بس إن من وجهة نظري الشخصية الأسباب اللي أدت إن الكابتن محمود ياخد قرار صعب قوي علينا زي ده، أكيد رقم واحد تعبه. أكيد الراجل تعبان، وأكيد الراجل محطوط تحت ضغط كبير جدا جدا جدا، والدكاترة كلهم قالوا له إن هو لازم يشيل الاسترس من عليه ويشيل الضغط من عليه. راجل أسطورة، حاجة كبيرة جدا جدا. راجل احنا بنشوفه من أكتر الناس احتراما والتزاما وشرفا وأخلاقا وكل حاجة، كل حاجة. الراجل ده لما احنا كجمهور اهلي لما بنشوفه كرئيس النادي الاهلي بنبقى متشرفين بيه جدا جدا. بننتقده، بننتقده، مفيش حد تحت فوق الانتقاد، بس الكابتن محمود الخطيب ده رئيس جمهورية النادي الاهلي، مش رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي. مش رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي، ده واحد بيتعمل له مليون حساب، وبيتعمل لاسمه مليون حساب. كابتن محمود على المستوى الافريقي مع الكابتن محمود الخطيب، او تحت قيادة الكابتن محمود الخطيب، ساهم في كل البطولات الافريقيه تقريبا، كل البطولات على الاطلاق، سواء كلاعب او كاداري او كرئيس نادي. كابتن محمود الخطيب حاجه كبيره جدا 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 بالنسبه لنا كلنا. ده ما يمنعش ان بتبقى في اخطاء وبنطلع ننتقدها، وفي النهايه كابتن محمود الخطيب بني ادم ومش هيبقى اغلى من النادي الاهلي، ده اكيد. بس الكابتن محمود الخطيب راجل عليه ضغط شديد جدا جدا من زمان جدا، من ساعة ما مسك النادي الأهلي، مع العلاج ومع المشاكل دي كلها. وكل ما يقول أنا هطلع أتعالج يحصل حاجة ويرجع، كل ما يقول أنا مرتاح عشان أطلع رحلة علاج برضو تحصل مشكلة ويرجع. يبقى هنا في أزمات كبيرة جدا، والراجل بيضحي جدا عشان خاطر النادي. وكل ده، كل اللي هو عمله ده في سبيل تضحيته للنادي الأهلي، تضحية بواحد بيضحي بنفسه عشان خاطر النادي. واحد قرر ان هو يشوف مصلحة النادي وما يشوفش مصلحة نفسه ومصلحة علاجه. تاني حاجة، كلام الكابتن حسام غالي اللي بوظ الدنيا خالص. كلام الكابتن حسام غالي اللي الناس كتير شايفينه ملوش لازمة، لما طلع في البودكاست اللي عمله، هو كلام خطير قوي، وكلام صعب قوي، وكلام فيه تقليل جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. وانت عارف مين هو رئيس النادي الأهلي، وانت عارف ان الكلام ده هيبقى تأثيره ايه على الكابتن محمود الخطيب وعلى مجلس الإدارة بشكل عام وعلى جمهور النادي الأهلي كمان. لا، مش من امتى، من امتى الكلام ده بيحصل؟ واحنا واخدين بالنا جدا، واخدين بالنا جدا من الأزمات، بس مش بنصدر مشاكل زي ما في مشاكل دلوقتي موجودة وأزمات دلوقتي موجودة وخاصة بالفريق، مش بنعمل سبوت عليها. ودي ملهاش علاقة بإن الشفافية ومش شفافية، لا، ده عقل، ده عقل، والواحد بيدور على مصلحة النادي الأهلي. فالكابتن حسام غالي، ازاي انت تطلع تتكلم وتقول ان في مشاكل وان في نكش وفي تقالب على الكراسي وعلى كلام صعب. انت بينت للناس كلها ان النادي الاهلي بيقطع في بعضه. بجد بجد الكلام ده لا هو وقته ولا هو اوانه ولا هو كان المفروض يتقال اصلا، ولا هو ينفع يتقال اصلا، لان النادي الاهلي مش من عادته ان الكلام ده يحصل. انت متخيل الكلام اللي الكابتن راجع كده، الكلام اللي الكابتن حسام غالي قاله وفكر فيه كويس، وشوف تأثيره ايه على الكابتن محمود الخطيب. شوف تأثيره ممكن يبقى عامل ازاي على واحد زي الكابتن محمود الخطيب. لكننا متأكدين ان الكلمة اللي هو قالها بتاعة تقلب المناصب، ولا مش عارف قال ايه بالظبط، تأثيرها كان وحش قوي على الكابتن محمود الخطيب وعلى رأيه، وان هو بيستحمل عشان ضغوطات كتير جدا، ضغوطات كتير جدا على الكابتن
محمود الخطيب الفتره اللي فاتت دي. عايزين بقى نتكلم في كلام مهم شويه، ان الكابتن حسام غالي نفسه، علشان تبقى عارف ومتاكد ان النادي الاهلي ماشي بنظام معين فيما يتعلق بالاداره من زمن الزمن، من ايام الكابتن صالح سليم، وبعديه كابتن حسن حمدي، وكان كابتن خطيب ساعتها موجود كأمين صندوق، وبعد كده تواجد كنائب رئيس، وبعد كده حصلت مشكلة وحصل حوار، وجي فيها بعديها مين؟ الكابتن محمود طاهر، الراجل المحترم جدا جدا جدا، وده أقل ما يقال عنه. كابتن محمود طاهر أو باشمهندس محمود طاهر راجل محترم جدا، عشان تبقوا عارفين. راجل قدم شغل كتير للنادي الاهلي، ونجح النادي الاهلي ماليا بشكل كبير قوي، وكان موجود في الخساره بتاعه الوداد لو تفتكر. كان جنب الكابتن محمود الخطيب، تقريبا قاعدين جنب بعض في المقصوره على ما اتذكر، والدنيا حلوه وجميله، ما فيش اي مشكله، والمهم في الاخر مصلحه النادي الاهلي. فده راجل محترم جدا 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 كابتن محمود طاهر او الباشمهندس محمود طاهر. ومن النجاحات الماليه اللي عملها كابتن محمود طاهر كانت صفقه مليك ايفون. الكلام ده كان تقريبا في 2018 2016 2017 والله، عشان ما بكذب عليك مش متذكر قوي، بس هو في سنه من الثلاث سنين دول. شوف بقى انت تطور الاسعار دلوقتي عامله ازاي، وهو باع ساعتها مليك ايفونا بكام؟ باعه ب 8 مليون دولار. يعني انت متخيل اللي انا بقوله؟ مليك ايفونا متباع ب 8 مليون دولار من سنه كام؟ وشوف تطور دلوقتي عامل ازاي في اسعار اللعيبه. ف الكابتن محمود الخطيب لما رجع بقى مسك الاداره، شفت التطور الكبير اللي هو عمله. اكيد كلنا شايفين التطورات اللي الكابتن محمود الخطيب عاملها، من انجازات، من بطولات، من انشاءات، من صفقات. مفيش حاجه الكابتن محمود الخطيب في مرحله رئاسته للنادي الاهلي ما عملهاش. مفيش حاجه الكابتن محمود الخطيب ما عملهاش. انت عارف مين اللي كان بيتاهل ان هو يكون رئيس النادي الاهلي؟ الكابتن حسام غالي. كابتن حسام غالي كان بيتأهل ان هو يكون رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. ايه بقى اللي هو عمله وايه اللي طلع قاله ده؟ محدش فاهم حاجة في اي حاجة، وما كانش هيبقى رئيس النادي دلوقتي، لا، هو كده كده الكابتن محمود الخطيب كان مقرر يكمل في منصبه عادي، بس كان بيتأهل، كانوا بيأهلوا حسام غالي عشان يبقى هو رئيس النادي الأهلي القادم، او هو رئيس النادي الأهلي فيما بعد، لان هم شايفين ان هو ليه كاريزما، وان هو لاعب كبير وليه شخصية، ويقدر ان هو يكون رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. فانا على المستوى الشخصي ما اقدرش اشوف اي حد مكان الكابتن محمود الخطيب كرئيس النادي الاهلي. مش عايزه تركب في دماغي خالص ان ممكن يكون في حد مكان الكابتن محمود الخطيب، او حد يقدر يكون ماسك مجلس اداره النادي الاهلي مكان الكابتن محمود الخطيب. والكابتن محمود الخطيب بقولها لك من دلوقتي، هو صعبها قوي 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 على اي حد هيجي من بعده يمسك مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب صعبها قوي، لانه محدش هيعرف يعيد ويزيد الانجازات اللي الكابتن محمود الخطيب اللي عملها، سواء من بطولات او انشاءات او صفقات او اي حاجه. كل حاجه الكابتن محمود الخطيب عملها في النادي الاهلي كانت انجاز. وبقول لك يا كابتن محمود يا خطيب، يا ريت نكمل مع بعض، ويا ريت ترجع عن قرار تنحيك عن مجلس إدارة النادي الأهلي وعن عدم ترشحك للفترة القادمة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا ليكم والسلام عليكم.